السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتي عادل والسعدية، أو عادل معاشات، نخليها عادل معاشات. هنزل لكم على عادل معاشات الأول، ماشي؟ ده هعمل النهاردة الطنجية. الطنجية دي أصلا مغربية، بس في مصر هنا بدأت تنتشر. عاملة زي القلة كده يا جماعة، فخار بيتحط فيها الأكل، ماشي؟ كان زمان برضك في مصر هنا بيستعملوها، والناس في العراق بيستعملوها. الطنجية دي بنحط ممكن فيها لحمة، نحط فيها فراخ، بس هي أصلا اللحمة أساسية في الطنجية. دلوقتي في المغربيين أو المغاربة بيستعملوا اللحمة معاها بصل، معاها شايفين ليمون. ليمون ده إيه؟ مصير. ليمون مسير، يعني ليمون حادق يا جماعة، مخلل. ليمون مخلل هما بيخللوه. طبعا دي زوجتي المغربية، بس أنا هعملها بالطريقة المصرية. هتاكل معايا وأنا هاكل معاها برضه، مفيش مشكلة. أدي اللحمة، ماشي، وعندنا ادي البصل ده عباره عن 3 بصلات صغيرين متقطعين، كنت عايز اخليهم واحده، يلا مش مشكله. وبطاطس، هي ما بتحطوش بطاطس يا احنا ما جماعه، بنحطوش لكن انا عايز بطاطس. بطاطس فيها. فايه قلنا يعني ايه، نماين بين المصري والمغربي في الطنجيه. وادي اللحمه، كلنا عارفين اللحمه مصري او مغربي لحمه واحده. لحمه عجول يا جماعه، لحمه جاموسي. زيت زيتون، ماشي، ده زيت زيتون ونص مخلط. انا ما قلتليش زيت زيتون، انا بحسبها زيت عادي، ماشي مش مشكله. وعندك فلفل، ده كمون، ملح، فلفل اسود. هي ما كيتحطش ابزار. فيها فلفل اسود، بس احنا هنحطه فلفل اسود. لا والله ايوه اخترع يعني. وفي فرن قرن فلفل حراق اهو برضك هيتحط. وبيتحط ومعانا فيها توم. توم يتحط فيها. ماشي. دي بقى عجينه كده بنعملها عشان نقفل بيها بعد ايه. هنقول لكم الطريقه. اول حاجه هنحطها في الطنجيه دي، هي سهله. هنحط ايه؟ البصل، صح؟ انا اول مره اعملها يا جماعه، انا شفتها قبل كده عملت صح. البصل، ايوه. نحط قرن فلفل. طيب نحط البطاطس دلوقتي ولا اللحمه؟ حط بعد اللحمه. ها؟ حط بعد اللحمه. دلوقتي. طيب نحط اللحمه، انا باخد منها يا جماعه الكلام، بس انا ايه، هاكل الطريقه المصريه، انا احط البطاطس بس. طنجيه صغيره، احنا الطنجيه عندنا كبيره. اكبر من دي. اكبر من دي بكتير. طيب هنحط دول. ادي البطاطس. لا، حط بعد البهارات. حط البطاطس، حط. ما يجريش حاجه، حط ده كده هينزل مع بعضه. نحط شويه بهارات، حط معلقه ملح كفايه. مش كتير عشان الليمون مالح. ماشي خلاص. حادق يعني. هي بتقول برضك. كمون معلقه كمون. بتغششني يا جماعه، بس انا شفتها قبل كده عملتها. المره دي بعمل لكم فرن جميل قوي، فرن المندي يا جماعه. اسود، مش كتير. حط الفلفل. حط الفلفل الحراق. ماشي خلاص، هي بتحب الحراق وانا برضك يعني، بس ايه، ادي توم نص معلقه. هو تحطوا توم صحيح، مش مشكله، نص معلقه. طيب يبقى ايه، ماشي. نكمل بقى. كمل البطاطس. ودي في الاكل خالص بقى. انتم الطنجيه عندكم صغيره، احنا عندنا طنجيات كتهز كيلو لحمه. اكبر من كده، بس هي هتنزل، خلي بالك كلها غتنزل هادشي كله غينزل. وغتحط الزيت يا دوبك بالعافيه اهو. ودي في الاخر ايه هي؟ زيت. ايوه، ما تحطش ميه كتير. حط ليمون عليها من فوق. الليمون المصير اللي هو المخلل ده بيخلي طعمها حلو. خلاص. هتحط نص كوبايه، مش نص كوبايه، نص كوبايه ايه ميه؟ طيب اهو. لا، بالكوبايه. لا مش مهم. بس وغتعاوز تخضها شويه، هاخدها. طيب لعبي بيدك. هي كده هتنزل. هاي حطيناها. بس دي ورقه زبده حراري يا جماعه. هنقفل 2 على 2 ورقه زبده. الورقه دايره. بس بتقفل، بس العجينه بس كده. هنجيب كيت صح كده. كويس. حط اربطها. تحزمها يعني تحزمها ترقص يعني. احزمها عشان ترقص. طيب تحزمها مزيان. هنديروا معاكم واحد الحلقه
تحدي اللغة المغربية بالدليجة، اللغة المغربية بالدليجة. يعني هو أنا نقول كلمات باللغة المغربية وهو خاصو يعرفها اللغة المصرية، خاصو يعرفها. هحتاس وهدفع فلوس ويدفع الفلوس. ماشي. دي العجينة يا جماعة اللي هو دي ومية عشان ايه ما تتهواش، صح كده؟ أيوة. حاول تدير على الجناب. ماشي بس اخلص السلق بيدك يا عمي. طيب نخلص بس دي وبعدين ناخد الجناب. خذ الجناب. دي عجينة دقيق بالماء. يلا حاول تلفها مع الجناب كلها. ايوه على الخيط نفسه. ايوه عشان ما يفلتش. هو كل ده بينشف بيتشال. بنرمي احنا العجينة دي يا جماعة. ماشي العجينة دي بنرميها. ايوه كده. اقول لكم بقى نحطها في فرن المندي. نعجبكم الفيديو ما تنسوش لايكات واشتراكات ودعم مستنيين منكم الدعم. قناة عادل معاشات. يعني عندنا احنا عندكم هما الطماطنجية ممكن تعملوها طريقة سهلة وبسيطة وكتطلع لذيذة وكتطلع زوينة بزاف. تبي تعمل بلايس محارة صح كده ولا فيها حاجة تاني؟ صح خلاص بتعمل محارة. عاملة بيديكي ولا بتحرش ولا بتضرب مرطوب. مش عارف بقى يعني ايه مرطوب. يعني هي محارة. اسمها مرطوب. بتضرب المرطوب. كل ما تقعد تتكلم مع اختها بقى لها ساعة تتكلم مع اختها ما فهمتش حاجة. عرفت يعني عرفتي مشاكل اجتماعية مغربية. يا جماعة كده صح ولا خلاص يلا اغسلي تكون ينفع؟ تنفع. اهو طنجية اهي جهزت كده. حطينا لها العجينة من بره. هنحطها في فرن المندي اللي قلت لكم عليه. أول مرة هنعمل طنجية في فرن مندي. بصوا كده حطيت أنا في سخان تحت يا جماعة. حطيته اهو في مية في الصينية، حبة مية صغيرين بس تعمل شوية بخار تعمل ضغط وهنقفل عليها. طبعا في سخانات في الجناب هنا، في سخان في الأرضية، سخان كهرباء كده. احنا مشغل تحت اهو السخانين وهنقفل عليها. نقفل عليها زي ما انتم شايفين كده مدة حوالي ساعة ونص لساعتين. أنا أول مرة أجربها هنا، جربتها في الفرن التاني فرن البيت أهو. سكت كده درجات الحرارة بتاعتنا فوق وتحت وفي الجناب شغالة. نسيبها بقى ونرجع لكم بعد ما تستوي. سلام. زي ما شايفين كده الطنجية سويناها فيها اللحمة والبطاطس والبصل والفلفل. طلعة جميلة جدا. خشوا الفيديو وشوفوا الجمال بتاعها عشان تعرفوا طريقتها ازاي تعملوها في البيت عندكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.